زي ما شفنا في الغلاف بتاع الفيديو والانترو بتاع الفيديو او البداية. ان دلوقتي هكلمكم عن موضوع الامتحانات بتاعت اولى وتانية والدرجات وكل حاجة وايه اللي حصل في الامتحانات دي وايه الاخطاء اللي حصلت وازاي ان انا اتفادى الاخطاء دي في امتحان الشهر التاني بالنسبة لاولى ثانوي او تانية ثانوي، وازاي ان انا اجيب درجة كويسة في الامتحان التاني بمجهود قليل، بس المجهود ده هيخليني في امتحان كمان نص السنة اجيب درجات كويسة. وكل ده بخطوات بسيطة، وهنتكلم عن كل حاجة عموما عن الامتحانات دي واهميتها مش كدرجة لكن اهميتها كمذاكرة. فلو انتم مهتمين بالموضوع ده كملوا الفيديو الاخر. انا عارفة ان انا بقالي كتير ما بعملكوش فيديو، بس بجد الفترة الجاية باذن الله هتلاقوا فيديوهات حلوة كتير. وبعمل النهاردة بالهاند فري عشان المايك بتاعي فيه مشكلة، فنحاول ان احنا نعتبر الصوت احسن حاجة. وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه بالزر الاحمر شكله يتحفك. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا، اول حاجه هتكلم عنها هي الاخطاء اللي حصلت في الامتحان بتاع شهر اكتوبر او بتاع شهر 10. اول حاجه الاخطاء دي كان جزء منها من الطلاب، وجزء منها من اولياء الامور، والجزء الثالث من المدرسين اللي بيدوا دروس خصوصيه بره والمدرسين بتوع المدرسه. هنتكلم في كل حاجة. الكلام ده مش كلامي يعني على تجربتي انا لوحدي، لكن في ناس منكم بعتولي عن الانستجرام في الدايركت مسج وقالوا لي حصل كذا وكذا معانا، وانتم برضو في الكومنتات هتاكدوا لي الكلام ده. انا متاكده الكلام ده ما حصلش في مدرسه واحده ولا في مدرستين، معظم او يعني نص المدارس حصل فيها الكلام ده. وفي مدارس طبعا كويسه جدا وفي مدارس يعتبر لا النظام ما كانش فيها احسن حاجه. فهنبدا كده ان احنا نتكلم واقول لكم ايه الاخطاء دي وازاي ان احنا نكون احسن وما نوقعش في نفس الاخطاء دي. اول حاجه الطلاب بتاع اولى ثانوي بالذات، هنتكلم دلوقتي عن اولى ثانوي، داخلين خلاص من تالتة اعدادي، جبنا مجموعه ثانويه عامه، فلا بقى ناخد بريك بقى السنه دي وما نذاكرش. فازاي يعني ازاي ان انا اكون لغايه احنا دلوقتي في شهر 11 في نصه وانا ما بذاكرش وفاكر ان لا انا خلاص طالما جبت مجموعه ثانويه عامه لا انا خلاص هقعد ومش هذاكر؟ ما ينفعش. يعني انت تعبت وخلاص وجبت المجموع ودخلت حاجه كويسه ودخلت الحاجه اللي انت عاوزها يبقى انا ذاكر. لكن معظم بتوع اولى ثانوي او النص، يعتبر النص بالنص، ناس طنشت، خدت الشهرين الاولانيين في الدراسه لعب، فجم في الامتحانات دي طبيعي مش هيجيبوا درجات كويسه، فيقولك احنا خلاص ما احنا دخلنا ثانويه عامه. طب ايه يا جماعه معناه ايه؟ ما ينفعش. مش معنى ان انت خلاص دخلت ثانويه عامه ان انا اعك الدنيا وما ذاكرش. ثانويه عامه سهله بس محتاجه مذاكره، يعني من غير مذاكره مش هلاقي درجات. وناس تانية لا ده احنا الدنيا صعبة علينا والنظام الجديد صعب، وهم مش عارفين يعني ايه نظام جديد، يعني هم غير بيتكلموا بكلمة وخلاص. يا جماعة النظام الجديد مش هو صعب ولا حاجة، انت بس ذاكر الفكرة ذات نفسها او الدرس ذات نفسه وحل عليه كتير. هتلاقي نفسك انت واحدة واحدة بتشوف الافكار، بتجمع الافكار. انت ذات نفسك لما بتيجي تذاكر الجزء دي ممكن تقول ده ممكن يجي كذا، ده ممكن يبتكر لي فيها يقول لي كذا. من كتر حل الاسئلة هتكون عارف شكل السؤال ممكن يبتكر فيه ايه. فهو دي الفكرة في النظام الجديد، ان انت تذاكر وتحل كتير، ودي حاجة يعني مش شايفة انها صعبة. طب احنا معناش حاجة نحل منها، ما اشتريناش كتب، الكتب غالية يا جماعة. عندنا دلوقتي النت مليان كل حاجة، وكل كتاب فيه منه نسخة PDF بتكون نازلة، ولو مش فيه منه نسخة PDF بتكون نازلة. في ناس على اليوتيوب بيبدأوا انهم يحلوا الامتحان الكتاب ده درس ممكن ان احنا نطبق معاهم ونحل معاهم. دي اول مشكلة. فاحنا ما ينفعش يا جماعة الناس اللي خلصت او اللي هي خلاص دلوقتي بقت في اولى ثانوي ان هي تسيب المذاكره وتقولك احنا هنذاكر على امتحانات نص السنه. ما ينفعش. هلاقي الدنيا اتراكمت معايا وقتها هقول ان الكيمياء صعبه جدا، لا ده انا الفيزياء عندي مش عارفه احل فيها اي حاجه وبذاكر، والاقي نفسي لا بحل غلط. فكل ده يعني نتيجه التراكم اللي انتوا قاعدين بتعملوه طول الترم. فما ينفعش ان انا اعمل كده عشان ما اجيش في نص السنه امتحان نص السنه ازعل جامد. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه، وده بقى بتوع اولى وتانية، في ناس معينة، يعني نبقى مثلا انا هنا وشلة صحابي معايا، فالاقي مثلا ان كلنا نكتب نفس الاجابة في الامتحان. طب ليه؟ يعني هو الامتحان ده اصلا عليه كام درجة؟ يعني انا ليه يعني احط نفسي في الموقف ده؟ ليه اغش على حاجة عليها درجات يعتبر قليلة؟ طب ما انا اروح واختبر نفسي واشوف فعلا انا مذاكر الحاجات دي ولا لا، هل فعلا هجيب فيها كام، عشان اعرف انا وقعت في ايه وايه الحاجة اللي انا ممكن يعني اكون عاوز اذاكرها تاني لما اغلط فيها.
فليه ان احنا نغش من صحابنا ونبقى كلنا حالين حل واحد؟ والمشكله ان انتوا بتبقوا حالين كلكم حل واحد وحل واحد غلط. يعني انا بنقل من صاحبي من دون ما افكر حتى صاحبي اللي كاتبه ده صح ولا غلط، او بنقل من زميلتي من دون ما افكر ده صح ولا غلط. طب هل فعلا انتوا شايفين ان دي حاجه يعني صح انها تتعمل؟ ده بجد كانوا خطأين وحشين جدا. ثالث حاجه، اولياء الامور اللي شجعوا عيالهم ان هم ما يروحوش اصلا الامتحانات، والمدرسين اللي بره بتوع الدروس اللي قالوا لهم لا ما تروحوش الامتحانات عليها درجات قليله ومش مشكله. طب ما انا ممكن ما ابصلهاش كدرجات، لكن ابصلها كتمرين، وان انا ادرب نفسي، وان انا اشوف الاسئله بتيجي ازاي، وان انا اختبر نفسي واشوف نفسي هحل ايه ومش هحل ايه. ممكن نبصلها من الناحيه دي وهتكون ناحيه كويسه جدا. رابع حاجه، في بعض المدارس بعضها يعني بتكون قليله مش كتير، بيكونوا سايبين الناس بيغشوا براحتهم وقاعدين كل 4 قاعدين بيحلوا مع بعض عادي ولا كأنه امتحان ولا اي حاجة. طب انا في الحالة دي اعمل ايه؟ ماليش دعوة باللي بيحصل، ولو هو في غش انا ماليش دعوة باللي بيحصل، خليني في ورق. زي ما اتكلمت معاكم، دي الحاجات اللي كانت فعلا شايفاها ان هي غلط جدا وما ينفعش انها تحصل. ولو الامتحان ده انا عايزه اخد منه استفاده كبيره ما كررش الاخطاء دي. طب اعمل ايه عشان الحق نفسي في الامتحانات بتاعه الشهر الجاي وما كررش نفس الخطأ بتاع الشهر اللي فات؟ اول حاجه، الامتحانات دي انا هجهز نفسي ليها عشان امتحان نص السنه، مش عشان كأنها اجيب فيها درجة كويسة. انا هعمل حاجتين، يعني منها اجيب درجة كويسة ومنها اجهز نفسي نص سنة. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بصوا من خلال كده خطوتين يعني اسهل من بعض. اول حاجة، احنا النهاردة تقريبا يعني 17 او على حسب الفيديو هنزل لكم امتى. هعمل يعني انا يعتبر فاضل لي مثلا قولي اسبوعين على الامتحانات بتاعه الشهر التاني، يعني فاضل لي مثلا 14 يوم او اقل على حسب الامتحانات في كل محافظه هتكون جدولها امتى، او كل اداره جدولها امتى. هجيب نوت بوك او كشكول عادي او اي ورقه عموما، واقوم كاتبه، هقوم جايبه مثلا نوت بوك زي دي واقوم فاتحاها وكاتبه مثلا الماده بتاعتي مثلا زي الكيمياء، يعني على سبيل المثال اي ماده، يعني انتوا طبقوا بقى الكلام ده عند المواد اللي عندكم كلها. كاتبه مثلا ماده الكيمياء هنا في اول الصفحه، واقوم كاتبه ايه الحاجات اللي انا فاضلالي فيها او اللي انا ما ذاكرتهاش فيها. ماشي، هلاقي مثلا نفسي مش مذاكر مثلا في الباب الاول الفصل مثلا التاني، هلاقي نفسي مثلا في مادة العربي مش مذاكر، معرفش النصوص بتاع كذا، مش مذاكر الادب بتاع كذا، محلتش عن النحو ده، او كاتبه برضو اللي انا مش مذاكراه. في اللغة التانية مثلا فاضل لي الوحدة التانية ما ذاكرتهاش، في الانجليزي وهكذا. يعني المهم ان انا هكتب واكون الكلام واضح قصادي كده اهو، كل الدنيا اللي في دماغي والافكار المتلخبطة وكل حاجة على الورق كده وايه كتبتها. بعد ما كتبت الكلام ده هستفاد منه ايه في ايه؟ كل يوم هحدد جزء معين من الحاجات اللي انا ما ذاكرتهاش او اللي انا ما عملتهاش دي، واقوم كاتباها في ورقه اللي هي تو دو ليست او قائمه المهام زي ما بيقولوا عليها بالعربي. يعني انا في يومي النهارده عايزه اذاكر الاجزاء دي، يبقى انا اليوم مش هنام في اليوم ده غير لما اخلص الاجزاء اللي انا كاتباها. يعني مثلا انا هنا بكون مثلا كاتبه ايه، يعني حاجات كده بس ايه، مثلا عايزه احل واجب كذا، عايزه اذاكر درس الكيمياء، عايزه اراجع مثلا على شابتر كذا، عايزه احضر مثلا حاجه دروس، عايزه اعمل كذا. فانا بكتب كل الحاجات دي كده اهو في ورقه اهو، واللي بعمله بقوم كاتبه عليه صح عشان اتشجع واحس نفسي ان انا بعمل حاجه. هعمل الكلام ده وهضغط نفسي لمده اسبوعين، بس بعد الاسبوعين ده هلاقي نفسي خارج مخلص الحاجات اللي كانت عليا. وطبعا مع المذاكره هيبقى في حل، ما ينفعش مذاكره من غير حل، الحل اهم من المذاكره. يعني انا لو ذاكرت ومحلتش انا كده ما عملتش حاجه، لان التطبيق مهم جدا. فانا لما بذاكر برضو بحل، وبحل اسئله يعني على قد ما اقدر. والحاجه اللي تقف قصادي في الوقت ده هيكون وقت يعني يعتبر الدنيا مش مضغوطه فيه، فاقدر اسال فيها اي حد، اقدر اسال اي مدرس، بدل ما اتزنق فيها ليله الامتحان. وقتها مش هكون عارفه اسال مين، واقعد ابعت لاصحابي واصحابي ما يردوش عليا وكذا ما يردش عليا. فليه؟ فنبدا من دلوقتي نشوف الحاجات اللي واقفه قصادنا والدنيا توضح قصادنا وتكون الموضوع كويس. هلاقي ان نفسي بعد الفتره اللي انا عملتها ودخلت نفسي في الاسبوعين دول ذاكرت كل المتراكم عليا، جبت درجات كويسه، ولما يجي الامتحان بتاع نص السنه هلاقي نفسي مذاكر الحاجه دي قبل كده، فالدنيا هتكون سهله معايا وكويسه معايا. دي النصيحه ليكم. انتم بقى اكتبوا لي عملتوا ايه في الامتحانات بتاعه شهر اكتوبر، وناويين تعملوا ايه في امتحانات شهر نوفمبر. درجاتكم كانت اخبارها ايه، المدرسه عندكم كانت في الامتحانات الدنيا. لو عندكم نصيحه تقدموها، سواء لو انتم في سنه تانية وعايزين تقدموا نصيحه لبتوع اولى، عايزين تقدموا نصيحه للناس برضو من سنكم اكتبوها.
ولو عندكم اي سؤال اكتبوه، هرد على كل الكومنتات باذن الله. وباذن الله الفتره الجايه في فيديوهات حلوه جدا هتعجبكم، فتابعوا بقى القناه ونفعل بقى الجرس عشان اول ما انزل اي فيديو يظهر لكم على طول. ناس بتبعت لي بكون لسه منزله فيديو انت ما بتنزليش فيديوهات ليه، فدول مش مفعلين بقى الجرس. وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو ده ان احنا نعمل لايك ونعمل شير لاصحابنا ونعمل كومنت حلو. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد.